السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالتضغيط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وشكرا لكم جميعا. هكذا إذن وكما عودناكم جميعا مشاهدين الكرام، بعد قرار الاستئناف ينتظر جميع محبي سعد لمجرد إعادة حكم في قضية مثيرة الجدل، ويتساءل العديد من محبي سعد لمجرد عن حياته في السجن حاليا، بعدما قررت المحكمة الجنايات بباريس بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب. وأكدت مصادر مقربة من الفنان المغرب بتصريحات لصحف محلية على أن سعد لمجرد حاليا يوجد في سين لاسنتي بباريس في زنزلة انفرادية، بحيث يقع هذا السجن في شرق فرنسا. وأوضح المصدر أن سعد لا يستفيد من أي معاملة خاصة، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون فقط، ومنها التدفئة والتلفزيون. ورغم الوضع المغني الشهير في زنزانة انفرادية، إلا أنه يسمح له بالمشي اليوم بين نزلاء الآخرين. وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع عائلته ومحاميه كل يوم، وهم أيضا يقومون بزيارته كل يوم بانتظام. وعن معنوياته وحالته النفسية، قال أحد المقربين منه أنه يحافظ على معنوياته ويقضي أيامه في صلاة والرياضة، كما أكد لهم بأنه مقتنع ببراءته، لذلك ينتظر مرحلة الاستئناف. وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستئناف، لكن محاميه يقوم بالدفاع على أساس أن يتابع القضية وسعد في حالة صراحة وخارج السجن. يشار أن المغني المغربي استأنف الحكم ضده يوم 27 من فبراير بعد محاكمة صوت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين بأنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، فيما طالب ممثل النيابة العامة بالحكم عليه ب7 سنوات سجنا.